شكل الجواز وشكل المجتمع بيتغير قوي السنين الأخيرة. موضوع الخلفة ده أولا مرمي على الست بنسبة 99%. احنا في عالم رأس مالي. احنا عندنا بقى في مجتمعاتنا الشرقية للأسف الشديد بنبص على الغرب وبنقلد الوحش. الحرية يعني ايه؟ يعني مسؤولية. الحرية مش انفلات. خلي بالك احنا كمان أسأنا كلمة empowering للست أو للبنت. الأجيال اللي قبلنا العادي كانت الست مضحية، وعشان الناس تقول لها برافو انتي ضحيتي، بس ما حدش بيقول برافو. انتي عارفة كم بنت في مصر عاملة فريزنج للأجز بتاعتها؟ في الوركشوبس بتاعتي أنا عندي بنات ما جوزوش لسه 32 و 33 سنة تقولي أوكي أنا ممكن أتجوز، بس أتجوز جواز ويك أند. دي موضة. أنا شايفة إن كل بنت عايزة ما تخلفش دلوقتي، أو كل راجل عايز يتجوز وما يخلفش دلوقتي لازم من قبل ما يتجوزوا ومن الأول خالص يبقى الكلام ده على نور. أنا معاكي 100%. العيلة أهم حاجة في الدنيا. اللايف كوتش بتاعتي قالت لي أخلي بالي قوي قوي من نفسي وما أقبلش بأي تنازلات. تنازلات من إيه؟ الحياة كلها مجموعة تنازلات. كل واحدة عايزة تعمل مستقبل لازم تكتبه. تفتكري في بنات اتعقدت صغيرين اتعقدوا ان هم كانوا بيشوفوا امهاتهم شمعة تحترق ومش عايزين يكرروا هذه المأساة، عشان كده مترددين في الجواز والخلفة؟ لا، الخلفة مش لكل الناس. في دلوقتي كتير جدا في مصر بيكتبوا على ظهر القسيمة الشروط. الجواز ده حب، الجواز ده احترام، الجواز ده مودة رحمة. السوشيال ميديا عرتنا. ليه يا حنان كده بقى؟ حنان كنا ماشيين كويس. انا عليا خفاجة وده بودكاست فيميل فورمولا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الشانل عشان تساعدونا نكبر وعشان تشوفوا كل الحلقات الجديدة أول ما تنزل. الأجيال الجديدة بقى مفتوح لها خيارات كتير جدا ما كانتش مفتوحة الأجيال اللي قبلها. قبل كده كان الطريق مرسوم، يعني البنت بتتخرج تتجوز وتخلف، ما بنوقفش كده نفكر هو أنا عايزة أتجوز ولا مش عايزة؟ طب أتجوز أصلا ولا لأ؟ طب أتجوز دلوقتي ولا أجل الجواز؟ طب بعد ما بنتجوز هنخلف ولا مش هنخلف؟ ما كانتش الأسئلة دي بتطرح، لكن الأسئلة دي دلوقتي بقت بتطرح بقوة. عايزين نفهم ليه بقت بتطرح بقوة، ليه في ناس كتير مترددة في الخلفة بعد ما اتجوزت، في ناس بتقرر ما تخلفش أصلا. شكل المجتمعات بدأ يتغير، ومفيش حد أحسن من حنان البهي نتكلم معاه. هاي حنان. هاي عليا، ازيك؟ أول حاجة شكرا إنك وافقتي تيجي المرة الثالثة. لا ده انا كل مره ممكن ابقى موافقه، مش مره ثالثه بس. في كيمستري بينا رهيبه. ده حقيقي. الحلقات بتاعتنا الناس بتحبها قوي. انا كمان بحبك وبحب الناس بتوعك، والناس بتطلبك بالاسم في الكومنتس عشان هم عندهم وعي حلو قوي فبيسالوا اسئله حلوه قوي يعني بره الصندوق. بالظبط. احنا النهارده واحنا كنا قاعدين بندردش كده من قريب وقلنا ان شكل الجواز وشكل المجتمع بيتغير قوي السنين الاخيره، وبقى في بنات كتير مش عايز تتجوز اصلا، وفي بنات كتير او اعرف كابلز كتير متجوزين في صغيرين. يعني كان في الناس العشرينات اوائل الثلاثينات مش واخدين قرار الخلفه، مش عارفين هم هيخلفوا ولا لا. هم كانوا عارفين هم عايزين يتجوزوا بس مش عارفين هيخلفوا ولا لا. والحقيقه ان الاجيال اللي قبلهم ده ما كانش سؤال بيتطرح. يعني هل انت تفتكري لما كان حد بيتجوز بتقولهم ها بقى وبتفكروا تخلفوا وما بتفكروش؟ لا، كان تطور طبيعي. في اسئله دلوقتي بتقوى من بتفكروا تخلفوا ولا لا. لا بصي، الايشيو ايه؟ ان الدنيا اختلفت، مش بس ثقافه الجواز وثقافه الخلفه، البنات اختلفت والولاد اختلفوا. انا فاكره كويس قوي ان في واحد صاحب بنتي كان عنده 24 سنه كان بيتجوز، فانا شايفه انه صغير جدا جدا. يوم ما رحت فرحه دلوقتي 32، وانا في الفرح ببوسه وبقول له حبيبي الف مبروك الف مبروك، انت كنت صغنن. انا بقى لان يعني متربي معاها، قال لي طنط let's try يعني هنجرب جواز، هنجرب خلفه، هنجرب مسؤوليه، هنجرب حياه. فهو اتربى كده، هو طلع لقى ان الجواز تجربه، لانه لقى ناس حواليه كتير. في ناس كتير قوي لم توفق في الجواز ووفقت في الحياة، لكن في ناس أما ما وفقتش في الجواز اعتبرت ان ده النورم بقى، ده الطبيعي، ده العادي. ما هو طبعا الجواز اصله تجربة. لا، هو مش تجربة. دلوقتي البنات اللي انتي بتكلمي عليهم اللي هو هجوز ولا مش هجوز، هخلف ولا مش هخلف، كل ما السن بيعدي والبنت بتكبر وبتشتغل تبقى مسؤولة، يبقى عندها المرتب بتاعها وعربتها وحياتها ورأيها، بتقولك طب أنا هجوز واحد هيضيف لي إيه، هيجي لي يعمل لي إيه، طب عايز خلف. لا، ما نقدرش نلوم عليهم بقى في موضوع الخلفة ده قوي. ليه؟ لأن هي ممكن تكون شافت
المجتمع حواليها موضوع الخلفة ده أولا مرمي على الست. احنا في مجتمعات شرقية مرمي على الست بنسبة 99%، هي المسؤولة. لو الابن ده عي يبقى هي قصرت وما كانتش مخليه بالها منه قوي، فشل في المدرسة علشان خاطر ما تبعتوش، طلع عنده مشكلة ما ربطوش البيت مش منظم مشكلتها، جوزها شكله مبهدل غلطتها، الأكل مش عارفة ايه هي برضه، فلقت كل ده حواليها فرفضته. ودلوقتي بقى في مجتمعات بتوافق على ان هي ترفض ان بنتها تتحط في الموقف ده، او ان جوزها يبقى ان يعني جوزها ما بيساعدهاش، مفيش حد بيساعدها، لو في حد بيساعدها بتبقى رامي عليه المسؤوليه. فبتبص تلاقي الدنيا كلها المعايير اختلفت. مش بس زمان كانت البنت، انا مثلا من الجيل القديم، يعني انا خلاص في يناير هتم 60 سنه ما شاء الله ما شاء الله انا اتربيت علشان يعني اتجوز واخلف. اتعلمت طبعا وتعلمت تعليم عالي علشان اهلي متعلمين، لكن اعرف ناس كتير قوي وقفوا عند الجامعه خلاص ما تعلموش حاجه تانية. ده حلو قوي كده ان معاها الجامعه، لا انا معايا الجامعه ومعايا ماسترز وعملت بعد كده دبلومات كتير جدا علشان اربي ولادي، وعلشان بس هي دي كانت الحياه. يعني انا اما بديكي المثل على نفسي، اول ما عرفت اني حامل سبت شغلي وقعدت علشان البيبي اللي في بطني، خلفت مريم. بعدها مريم ويوسف بينهم وبين بعض 1 سنة و4 شهور، انا قاعده بيوسف علشان بقى كده معايا مريم ويوسف. سبت شغلي وكنت شغلي بكسب فيه كويس قوي وعندي فيه بوزيشن حلو قوي وعندي كارير، بس انا فضلت كده. طب فضلت كده وقعدت؟ لا، هما بقى بيدخلوا الحضانه وبيدخلوا المدرسه، انا بذاكر حاجات تانية وانا بجمع حاجات تانية. هل انا الوحيده اللي عملت كده؟ في الجيل بتاعي، صحابي اللي حواليا، عيلتي، في ناس اكتفت بان هي لا الولاد طب وبعد كده هنروح فين؟ نفضل موجودين مكاننا. احنا في عالم رأسمالي، النجاح بيتقاس ببوزيشنز وفلوس. حقيقي. انتي حققتي ايه في وقت قد ايه ومعاكي فلوس قد ايه؟ البنات اللي في العشرينات النهارده ما يعجبهمش اللي انت بتقوليه ده. انت بتضحكي لي، لان كل الشغل اللي انا بعمله اصلا ما بيجيبوش فلوس، يعني الكتب ما بتجيبش فلوس، البودكاست ما بيجيبش فلوس. اتفضلت اديكي شايفه. لكن البنات الصغيرين ما يعجبهمش ده. لا طبعا النهارده. لا طبعا. عشان كده الموديل اللي بتقوليه ده مش على هواهم، ولا ينفع معاهم. انا هتعطل كتير قوي. انت عايزاني ابدا في 40، ابدا في 45 بعد ما اخلف واربي واطمن على الولاد واكبرهم، ابدا اشوف نفسي هيكون يعني هحقق ايه؟ ده جيل بقى حاجتين، جيل المالتي ناشونالز وجيل الكارير بقى، اللي هي انا عامله مشروع وعامله كارير وانا همشي فيه لوحدي. وانا دول دلوقتي، او مثلا حد بقى ربنا يعني مساعده فبشتغل مع بابا، بشتغل مع ماما، بكمل. هم دول دلوقتي اللي موجودين. وفي ناس بقى تقولك انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. خلي بالك احنا كمان اسأنا كلمه empowering للست او للبنت. انتي بتمكني مين؟ بتمكني اللي يقدر يبقى قوي، مش بتمكني حد ضعيف قوي يلا تعالى بقى اما اقويك، لان الضعيف ده عايز يفضل ضعيف وعايز يفضل ضحيه وعايز يفضل صغير وعايز يفضل قليل. لكن انتي بتمكني اللي عنده استعداد للمكانه، لانه يبقى عنده باور، انه يبقى باورفul، انه يبقى قوي، انه يبقى مسؤول. ونرجع تاني، الحريه اللي الناس بتطالب بيها دلوقتي، البنات بتطالب بيها، الحريه يعني ايه؟ يعني مسؤوليه. الحريه مش انفلات، الحريه مش تسيب، الحريه مش كل واحد البس اللي على مزاجي واكل اللي على مزاجي واخرج وقت ما انا عايزه وانام وقت ما انا عايزه. انت طول ما انت بتسكرول الانستجرام انت بيجيلك احباط، لانك انت بتشوفي ناس، دي حاجات فيك، كلها حاجات صناعيه مش حاجات طبيعيه. لكن لو انت شايفه نفسك قويه هتعرفي امتى تقفلي الموبايل، وامتى تقري حاجه مفيده، امتى تذاكري، امتى تنمي، امتى تقوي، امتى تعلمي نفسك، امتى تثقفي نفسك. اتكلمت كتير قوي مش كده؟ لا خالص. بس انتي قلتي حاجه عجبتني، ان احنا بلغنا بعد كل ده يعني. لا كل حاجه بتقوليها بتعجبني حنان، والا ما كانش زمان قاعدين مع بعض المره الثالثه. اللي هاخده من اللي انتي قلتيه ان لما قلتي ان احنا بلغنا في الامباورنج قوي قوي،
انا مش ما فيش حاجه اسمها ست ممكنه زياده، لان التمكين هو حريه الاختيار، ان هي تبقى حره اختيارها، فما فيش كتير منه. لكن في خطاب غلط مبالغ فيه زي ما انت بتقولي، خطاب الغلط المبالغ فيه ده اللي بيقول للست انت مش محتاجه حد، انت تقدري تعملي كل حاجه لوحدك. مفيش حد يقدر يعمل كل حاجه لوحده، دي مش شطاره. لما نقول لها انت مش محتاجه حد، بقت هي مش محتاجه راجل، بقت مش محتاجه اسره، بقت مش محتاجه تبقى جزء من اسره او من كيان اكبر منها، بقت حاسه ان هي كفرد تقدر تعمل كل حاجه لوحدها. وحتى لو النهارده اتجوزت تقدر تربي لوحدها، تقدر تخلف لوحدها وتطلق بسهوله. وكأن احنا بنقول للست امباور الست، بنمكنها علشان خاطر تبقى حرة اختيار، بس مش عشان هي تعرف تعمل نفسها كل حاجه من غير اي حد. ما احنا لازم نكمل بعض. ده حقيقي. ده حقيقي. ده اللي ربنا قاله، ان احنا بنكمل بعض. ممكن قوي ما تتجوزش على فكره، محدش قال حاجه، لكن ممكن تبقى بتتجوز وناجحه وعيشتها ناجحه وحياتها ناجحه بايه؟ بيها. لان هي اقوى من الراجل، هي اقدر على التحمل، حتى في تحمل الالام. يقولك الراجل مش لا، هي بتتحمل البيريد وبتتحمل الطلق بتاع الولاده وبتتحمل 9 شهور حمل انسان جواها. فيعني طبيا علميا هي بتتحمل اكتر. طيب اما تتحملي اكتر يبقى انت اقدر على ان انت حياتك تبقى متظبطه. التيونينج بتاع الحياه دوت في ايدها هي، مش في ايد الراجل. الراجل طبعا لازم يبقى بسبورت. انا بشوف رجاله كتير جدا دلوقتي ما شاء الله بيساعدوا مراتاتهم، وبيساعدوا في تربيه الولاد، وبيساعدوا في حاجات كتير جدا جدا في البيت لو هي مدياله فرصه. ولو هو مش بعد كده بيقول لها مثلا عشان 5 دقايق شال فيهم بيبي، يقول لها انا بقالي مش قادر كتافي. على فكره 5 دقايق دول انت عملت فيهم اللي هي بتعمله طول النهار وطول اليوم، كل ال5 دقايقات اللي في اليوم. بالظبط يعني. فاحنا اما بنقول empowering مش بس علشان تختار صح، عشان تعيش صح، وعشان تعيش حياة كاملة، عيلة كاملة تعيشها عيشة صح، عيشة مظبوطة. الست والراجل كده، الست والراجل كده، هما الاتنين لازم يبقوا كده، عاشق ومعشوق، زي المكنة، زي الترس بتاع المكنة. هتلف لوحدها؟ لا. هيلف لوحده؟ لا. طالما متجوزين لازم يبقوا بيساعدوا بعض في كل حاجة، في الفكر، في التعليم، في التربية، لكن طب وات اف انها اختارت انها ما تتجوزش؟ اختيارها خلاص. بيختاروا ليه من وجهة نظرك ما يتجوزوش؟ اكيد شفتي خايفة من المسؤولية، وشايفة ان هي لا مش قادرة. وابتدى بقى اشوف في الورك شوبس اللي احنا بنعملها في ناس عندها تروماز من جوازات صحابها. شافت صاحبتها مثلا جوزها بيخونها، او شافت صاحبتها عايشة مع جوزها بس مش بتحبه، شافت صاحبتها عرفانة، زهقانة، تعبانة، مرهقة. طب انتي ليه واخدة صاحبتك انها ريفرنس، او واخدة امك انها ريفرنس، او واخدة خالتك او عمتك؟ هي دي الريفرنسز اللي في حياتنا برضو. ما هي حنان، بس هي مش انتي. الاجيال اللي قبلنا العادي كانت الست مضحية. الاجيال القديمة العادي ان الست قابله بوضع هي مش مرتاحه فيه. على فكره هي ست مضحيه في كل الاجيال. وانس اتحطت في المشكله واتحطت في الحياه هي ست مضحيه. الست بتعيش عشان تضحي بايه؟ تضحي بنفسها، وعشان تقول انها مضحيه، وعشان الناس تقول لها برافو انتي ضحيتي، بس ما حدش بيقول برافو في الاخر. فهي الريفرنسز معاكي، المراجع اللي حواليها كلها ممكن تبقى ما بتساعدهاش ان هي تاخد الخطوه وتتجوز. بس في نفس الوقت احنا بقى عندنا في العالم العربي مسميات مرفوضة بالنسبة للجواز. تاني هرجع اقولك في الورك شوبس بتاعتي انا عندي بنات ما اتجوزوش لسه 32 و 33 سنة، تقولي اوكي انا ممكن اتجوز، بس اتجوز جواز ويك اند. دي موضة ومنتشرة. جواز ويك اند يعني ايه؟ طب الجواز ويك اند ده كنا عرفنا بقى اما واحد عايز يتجوز على مراته ويفضل سايب الموضوع في السر ومتفق مع الزوجه الجديده، وزوجه جديده قابله انها تبقى زوجه في السر، يبقوا بيتقابلوا في الويك اند. او كتير دلوقتي الجوازه رقم 2 عشان لو الست عندها اولاد من الخلفه من الجوازه الاولانيه ما بتبقاش عايزه راجل يجي يعيش مع اولادها، فبيبقى جوازها التاني ويك اند عشان تقضي الاسبوع مع اولادها والويك اند مع جوزها الجديد. عايزه اقول لك بقى الويك اند ده بيبقى بالنسبه للحاله اللي انت حكيتيها دلوقتي دي بيبقى ويك اند مرير، لان هي بترجع بعد كده الاسبوع بتشوف وبتسمع فيه كلام من الاولاد مهين، لان دي مش حياه.
فانتي ضد الموديل ده حتى كجواز تاني؟ طبعا ربنا خلق الجواز ايه؟ موده ورحمه. في الموده والرحمه فين؟ في ايام الاسبوع، يومين في الاسبوع. الموده والرحمه. انت عارفه انا اعرف حد كده من كذا سنه، من مثلا 10 15 سنه، هي عندها حياتها وعندها كاريرها وعندها شغلها وست ناجحه جدا جدا جدا، وهو راجل عنده ولاده ومطلق من زمان قوي كمان، يعني ما عندوش زوجه تانية، واتفقوا ان هم يتجوزوا جواز ويكند. فمره بيكلمها يوم حد، انا فاكره كويس قوي لان هي حكت لي، فبيقول لها انت فين؟ قالت له انا في اسبانيا. قال لها ايه وما قلتيليش ليه؟ قالت له اقول لك ليه، احنا نتقابل يوم الاربعاء بالليل او الخميس الصبح، انا النهارده الحد. قال لها ايوه انت كنتي معايا امبارح، ازاي ما تقوليليش؟ قالت له اقول لك ليه. هي شايفه ان ده حقها بقيه ايام الاسبوع حقها، وهو عايش في دور ان هو مش متجوز ويكند، هو متجوز جواز، مش قادر يفصل، متجوز يا جماعه راجل متجوز. فانتي مع مين؟ انا كانت مع باباها، كانت مسافره مع باباها شغل. ايه الحياه دي؟ فالجداد بقى اللي عندهم 30 ليه كده؟ لا مش قادره على الخنقه. سخاني يلا انا جاي، القميص بتاعي راح فين، الولد راح الحضانه ولا لا مش عايزه اخلف اصلا، فانا عايزه اتجوز ويك اند. فهي كده بتتجوز عشان تحقق الاكتفاء الجسدي وتحقق رغبه ماما. والنبي يا حبيبتي اتجوزي بقى، البنات صحابك اتجوزوا وانتي ما اتجوزتيش، صحابك خلفوا وانتي ما خلفتيش، صحابك مش. فخلقت لنفسها شرنقه خاطئه. جواز ايه الويكند؟ وعلى فكره في ناس كده، انا في ناس كتير كده ما بشوفهمش غير صدقي في الجواز التاني. انا كبرت برضو على السن بتاع العشرينات. لا دول مش عشرينات، دول اوائل تلاتينات، دول اوائل تلاتينات للاسف. والكتير فيهم طبعا اللي هم المتجوزين جوازه تانية، لكن دلوقتي ده بقى بوتنشال. واي نوت اتجوز جواز ده؟ مش عايزه مسؤوليات. طب ما هو الجواز مسؤوليه، الحياه مسؤوليه، الحريه مسؤوليه. انتي نفسك مسؤوليه مين؟ هي عايزه تشيل مسؤوليه نفسها، بس انا فاهمه هي مش عايزه تشيل مسؤوليه، وهي مسؤوليه فعلا حنان، بس الاصح ان اللي مش جاهز لها ما يعملهاش. بالظبط، عشان كده اغلبهم ما بيعملوهاش دلوقتي بالشكل الغريب ده. شايفه اضراره ايه جواز الويكند ده؟ لا ده اولا هو لازم بينتهي، ما بيكملش. يعني احنا مبسوطين قوي، اتبسطنا 2 3 سنه، عمري ما شفت جواز ويكند كمل اكتر من سنه خالص، الا حالات قليله جدا زي ما انتي قلتي في الاول، الزوجه عندها اولاد كبار، الصغيرين لا ما بيكملش، كبار، والزوج عنده اولاد كبار هو كمان، ومراته مش على ذمته. اللي مراته على ذمته دي في الاخر دي جوازه بتبوظ، لان اللي قبلت الزوجه التانية دي، اللي قبلت ظلم الزوجه اولى، الناس بتفهم الكلام ده غلط. تقولك ما هي ارفاف عيشته، طب ما تتطلق، ما يطلقها، لا اصله ما يقدرش يستغنى عنها لاسباب بقى مش هنقدر، مش حلقتنا يعني ان احنا نقدر ندخل فيها. لكن اللي خلاني بقيت very involved في المواضيع دي الورك شوبس. تشوفي ناس تبقي مش مصدقه ان اللي انتي بتسمعيه ده كويس، الكلام ده مظبوط، الكلام ده حقيقي. وبقت حياه في دلوقتي ناس عايشين parallel، حياتهم موازيه للحياه اللي هم عايشينها، يعني زوجه وزوج، انا عندي حياتي وانا عندي حياتي. طب انتوا بتقابلوا فين؟ بتخرجوا مع بعض امتى؟ بتشوفوا بعض امتى؟ بتتكلموا مع بعض امتى؟ بتتناقشوا مع بعض امتى؟ بتشاركوا بعض الاشياء امتى؟ حياتنا بقت طاحنه. الجيل الاصغر انا مشفقه عليهم اكتر، الديستراكشنز اكتر بكتير، تشويش اكتر بكتير، النويز، الدوشه اكتر بكتير، والمحاربه عشان الرزق اكبر بكتير. ده حقيقي. فيعني انا مش ببرر الاشكال الجديده للجواز او افكار الجديده اللي ليها علاقه بتكوين الاسره، لكن انا فاهمه برضو شويه هي ممكن تبقى جايه منين. ايوه بس جايه من حته غلط، مش جايه من حته صح. هي جايه، احنا بقينا بقولك ندخل حاجات جديده جدا على مجتمعاتنا وعلى حياتنا وعلى اولادنا، كله جديد، بنحاول بقى نتاقلم معاه. المفروض البني ادم اللي عايز يجرب حاجه جديده يبقى جربها، شافها، عاصرها، يعني ما تبقاش جديدة عليه وجديدة على البارتنر بتاعه. زي مثلا تأخير الخلفة، أنا شايفة إن كل بنت عايزة ما تخلفش دلوقتي، أو كل راجل عايز يتجوز وما يخلفش دلوقتي، لازم من قبل ما يتجوزوا
ومن الاول خالص يبقى الكلام ده على نور. انا مش عايزه اولاد. مش عايزه اولاد ليه بقى؟ دي اسباب كتير قوي. ممكن ابقى مش عايزه المسؤوليه، ممكن ابقى مش مستعده للمسؤوليه دلوقتي. مش ببرر اطلاقا. انا واحده من الناس كنت بتجوز عشان اخلف. يعني طبعا بحب جوزي وكل حاجه، بس انا عايزه اخلف، عايزه يبقى لي اولاد. وعمري ما قلت لبنتي في بيبي جاي ولا لا. هي قعدت 1.5 سنة لحد ما جت قالت لي انا حامل. الله، جميل جدا، مسؤوليتها حلو، تقدر تستحمل دلوقتي وتقدر تشيل الشيله دلوقتي، هي لوحدها، هي وجوزها، هي واحنا، ايا كان. فالقصه كلها انا بتكلم على اللي بيفاجئ الطرف التاني بعد الفاس ما تقع في الراس زي ما بيقولوا. وتبتدي من هنا تبقى المشاكل. انت عارفه كم بنت في مصر عامله فريزنج للاجز بتاعتها؟ كتير قوي دلوقتي، كتير جدا. لسه كنا مع دكتور شريف باشا بيقول دلوقتي حالات الاج فريزنج بقت قد حالات الاي في اف. ما هذا؟ قال احنا كل يوم عندنا اج فريزنج. انت سمعتي بقى دلوقتي دكتور شريف قال ايه؟ الاثنين ضدين. ده واحده عايزه هتفطس عشان تخلف، رايحه جايه على الاي في اف، وواحده لا مش دلوقتي. بس مش كل اللي بيعملوا اج فريزنج برضه عشان نوضح مش عايزين يخلفوا. في ما اتجوزوش، اغلبهم ما اتجوزوش. في اغلبهم ما اتجوزوش. فاللي ما اتجوزوش دول مش دايما هي مش عايزه تتجوز، هي ساعات بتبقى نفسها بس مش متوفقه. مش متوفقه ليه بقى؟ علشان الكرايتيريا عليت. ما هي بتكبر. بالظبط، هي بتكبر وكيانها بيكبر. فبيبقى اللي جاي خايف، محتاجه مقاييس اعلى بكتير، قلقان. هضيف لها ايه؟ لسه كنت في بودكاست اللي هو بتوعي مع عايدة جبريل، وكنا بنتكلم في الموضوع ده. اللي جاي خايف. هقدم لها ايه؟ تشتغل، عندها عيله، مسؤوله، شاطره، قويه. انا هاجي اقدم ايه؟ فلازم كمان زي ما بنقول بنامباور الست، احنا كمان لازم نامباور الراجل. لازم هو كمان يبقى قوي، لازم هو كمان يبقى عارف ان هو اضافه، واضافه حلوه، واضافه سعيده تسعد الانسان اللي هو عايز يرتبط بيها دي. ما يخافش ويقول انا هدي ايه. لا، عندك كتير تديه. مش لازم اللي تديه دوت يبقى فلوس خالص. عندك كارينج، عندك حب، عندك احتواء، عندك اهتمام، عندك قوه ان انت توقف البيت دوت معاها انتوا الاتنين. وزي ما قلنا يبقوا كده هما الاتنين مع بعض. لكن كل ما البنت بتكبر كل ما بنبطل بقى طويل قصير تخين رفيع دمه خفيف دمه لا بيشتغل ايه؟ عايش فين؟ ده موالتك تاني بقى. دلوقتي بنات كتير جدا بقوا عايشين لوحدهم في مصر. استقلت. شغلي في التجمع وبيتي في اكتوبر، فانا مش هعيش مع مامتي وبابايا، انا هاخد بيت بيت صغير استوديو جنب الشغل في التجمع. انا بالنسبه لي ده صعب. انت ضد موضوع استقلال البنت ده، ان هي تعيش لوحدها؟ لا، انا ضد. لو هي بس مع الولد. انا ابني عايش لوحده. ليه حنان كده بقى؟ حنان كنا ماشيين كويس. هقول لك ليه. ابني رجع من تعليمه، رجع من اسبانيا، مش قادر يعيش معانا، وابتدى يبقى عنده شغل لازم يتواجد فيه مع في اوقات غير اوقات النوم العاديه بتاعتنا، اوقات التواجد بتاعنا. فابتدى هو عملها بذكاء. يعني في الاول اخد حاجه جنبي، وبعدين بعد شويه، وبعدين خلاص احنا بنتكلم 7-8 سنين. بنتي ايام ما كانت بتعمل الماسترز بتاعتها وكانت بتشتغل في الاي يو سي، وانا بيتي في الزمالك، عاشت في الدورمز بتاع الجامعه. النتيجه كانت ايه؟ كنت بروح لها كل يوم وارجع، واروح لها كل يوم وارجع. ليه يا حنان ما بتعمليش البنت زي الولد؟ كنت قلوقه زمان، كنت قلوقه. انا زمان كنت قلوقه. انا دلوقتي ما عنديش مانع ان البنت تستقل لو هي مسؤوله، لو هي قويه، لو هي مغلفه حياتها بغلاف الاحترام والحريه المسؤوله. ما عنديش مانع. لكن انا بشوف بنات مستخدمين الموضوع ده استخدام غلط، لمجرد ان انا ارجع البيت وقت ما انا عايزه، لمجرد ان انا ابقى عايشه حياتي زي ما انا عايزه. يعني خلي بالك احنا دول نشء برضو، دول ولادنا. ما هو الولاد كمان ممكن يستغلوه استغلال غلط. أيوة، الولاد كمان كده ممكن يستغلوه ان هو هرجع وقت ما انا عايز واجيب لا صحابي في البيت انا مش بتكلم انا مش بتكلم على البنت كبنت، لا انا بتكلم على الولد انا بتكلم على المستقل. الشخص اللي انا هرضى انه يخرج يستقل ده لازم يبقى شخص مستقل ومسؤول ومحترم ومتربي ومراعي الناس زي ما بيراعي نفسه. انا مش ولد او بنت كده نرجع نتفق. متفقين. انا مش ضد. انا كنت بقول لك وقتها كنت ضد، لان تفكيري ما كانش زي دلوقتي. الكلام ده بتتكلمي في
10 سنين 9 سنين بني ادم بيتقدم. صح. لا الحياه مهمه قوي ان بني ادم يتقدم. انا كنت ما اقبلهاش زمان بس اقبلها دلوقتي برضو. فكري ان حد يسيب اهله وبنت تروح تعيش لوحدها ومش عارفه ايه، كنت احسها تو ماتش مش شبهنا. بس دلوقتي متفهم لو تقدر تعيش لوحدها وهي شخصيه. هو انا ليه واحده عندها 30 سنه لازم تعيش مع اهلها؟ مش فاهم. هو انا مفروض اصلا دوري في التربيه انتهى خلاص 30 لا سنه؟ انا بحب بس اكمل انا بحب اكمل شكل العيله. بحب اكمل لمه العيله. يعني انا من يوم ما بنتي اتجوزت لحد النهارده ما فيش ويك اند ما تجمعناش فيه مع بعض. ليه؟ لان البيبي الصغير اللي طالع ده في حاجه بيشوفها اسمها عيله. لكن ان البنت تعيش لوحدها واجي بقى في الويك، لا مامي مش هقدر اجي معلش انا متاسفه عندي خروجه عندي لا انا اللي ليا الاولويه عيلتي. ليها الاولويه. اللمه على الترابيزه. انا من ولادي صغيرين اطفال كنت بديهم، كانت دايما يقولوا على العشاء هناكل العشاء غدا علشان الوجبه الرئيسيه كانت هي العشاء. عشان ايه؟ عشان يستنوا اما ابوهم يجي وناكل كلنا على ترابيزه السفره مع بعض زي الاجانب. ما هو انا لازم يعني هم اللي يقلدوا مننا الاجانب مش احنا. احنا عندنا عيله عندنا كيان. صح. لازم ده يبقى متحافظ عليه. لكن لو هو عايش لوحده وهي عايشه لوحدها وانا وجوزي عايشين لوحدنا وبعدين انا جالي خروجه وهي جالها فرح وهو جاله اجتماع، طب في الاخر فين؟ راح فين يوم الجمعه؟ راح فين يوم السبت؟ انا معاكي 100%. العيله اهم حاجه في الدنيا، اهم حاجه. وده بالنسبه لي، وده كمان بيخلي الغربه بالنسبه لي تقيله ان انا عايشه بعيد عن اهلي وانا كنت مرتبطه قوي بعيلتي كلها الاكبر، حتى عمامي وعماتي وماي كازنز وكده. بس انتي حاسه ان الاجيال الاجدد مش مقدره قيمه العيله زينا، فعشان كده ممكن يكونوا مش مقبلين قوي على الجواز والخلفه، او في منهم مش كلهم طبعا احنا بنعممش، بس بقى في نسبه لا باس بها بنقابلها في حياتنا واخدين عدم الخلفه كقرار. ايوه طبعا. مش مقدرين اهميه العيله. هم شافوا نفسهم مقهورين. خلي بالك احنا بنتكلم بقى على جزء، على شريحه مش كبيره، بس موجوده بقوه وبتزيد. طبعا وبتعدي بتعدي اللي حواليها. يا ده انا شفت مامي طالعه عينها، ده انا شفت بابي طالع روحه، ده انا شفت طب انا اعمل زيهم ليه؟ بسمعها من اللي مش مخلفين. لما انا عندي مثلا بنات اطفال، فطبعا حياتي فيها التشالنجز التحديات بتاعتها بتاعت الاطفال، ولازم نروح الساعه 7 عشان ميعاد النوم وحاجات تفاصيل ودي عينه ومش هنقدر نخرج ومش هنقدر ننزل ومش هنقدر نسافر. فبشوف بقى اللي مش متجوز ايه تعليقه. الحمد لله ان احنا بنقدرش، ما بنصحاش 6 الصبح، الحمد لله ان احنا ما عندناش مش عارفه ايه، الحمد لله ان احنا براحتنا. بس انت شايف جزء صغير قوي من المشقه دي اللي مبسوط قوي ان هي مش عندك، بس في جزء تاني كبير قوي اسمه العيله اللي احنا لسه بنتكلم عنها. وفي ناس تانية بتبص كده وتقول ايه، الله يا ريت. بس هي اللي عملت كده في نفسها. انا معاكي ان في ناس ما جالهاش الفرصه طبعا انها تتجوز. في ناس ما توفقتش اكيد. انا عندي صحاب بنات كتير عايزين يتجوزوا بس ما توفقوش لسه. انا عندي بقى صحاب بناتي كتير جدا، لكن القصه ايه؟ ان برضو اللعب في الدماغ بقى كتير قوي عليها. بمعنى حكايه بقى ايه؟ حبي نفسك وقوي نفسك وانتي مش محتاجه راجل لا على فكره هو الموضوع مش موضوع راجل وست. حبي نفسك دي يعني حبي نفسك عشان تعرفي تحبي غيرك، عشان غيرك كمان يحبك، مش عشان تبقي انانيه، مش عشان ما تشوفيش الا نفسك، مش عشان ما تشوفيش الا مستقبلك. مستقبلك ده هيجي في يوم ويقف. انتي لو لوحدك وما اتجوزتيش هتحسي في يوم من الايام بالوحده. الوحده ان انتي you are missing او مفتقده طبطبه، فلازم اتجوز واحد عنده استعداد للطبطبه. مفتقده كلمه حلوه، فلازم اتجوز واحد بعرف اديله كلام حلو عشان هو كمان يديني كلام حلو. مفتقده سبورت، فلازم انا كمان اسنده وادعمه واوقفه، لو وقع ما اسمحلوش يقع واوقفه تاني واسنده عشان هو كمان يبقى معايا كده. لو كل البنات وكل الولاد حسوا بده او حسوا ان انا داخل على جوازه عشان ابقى كده، الدنيا هتستقر. لكن كل واحد شايف الدنيا من منظوره هو فقط، منظور الفرد. انا لازم اشوف نفسي قوي ولازم احب نفسي قوي، وانا اللايف كوتش بتاعتي قالت لي اخلي بالي قوي قوي من نفسي وما اقبلش باي تنازلات. تنازلات من ايه؟ الحياه كلها مجموعه تنازلات، فالدنيا كلها زي كفتين الميزان. لازم يبقى فيه توازن، لازم يبقى فيه احساس بان انا عايزه اتوازن عشان افضل واقفه. المتوازن هو اللي واقف مش مايل.
لكن الانسان المايل دوت اللي مش عارف، انا عايز احقق كل حاجه وانا مش عارف اعمل اي حاجه. فالتوازن هو اللي بيخليكي توصلي انت عايز تبقي فين. وتبقي فين دي لازم تبقى حاجه صح ليكي عشان تبقى حاجه صح للي حواليكي، عشان في يوم من الايام ولادك دول يفخروا بيكي، يقولوا الله دي مامي دي انا شفتها بتعمل كذا وكذا، وبابي كمان شفته بيساعدها في كذا وكذا. مش لازم يساعدك في انه يغسل المواعين، ممكن يساعدك في انه هو يقول لك كتر خيرك، يا تعبتي قوي النهارده، احنا لولاكي ولا حاجه. الكلام ده بيودي البني ادم في حته تانية، مهما كان البني ادم ده قوي. بس لازم يبقى فيه مساحه. لازم كل بنت بتفكر ان هي تأجل جوازها تبص، طب بعد 10 سنين، انا دلوقتي عندي 30 سنه، بعد 10 سنين الاجز اللي انا عملت لها فريزنج دي هبقى قادره احتمل اخلف؟ هبقى قادره احتمل يبقى بيني وبين البيبي بتاعي 40 سنه؟ جوزي مفترض انه يبقى اكبر مني، هيبقى بينه وبين البيبي بتاعه قد ايه؟ طب هعملها مره ولا هعملها مرتين؟ هقدر اعملها 3؟ طب هعملها مره واحده وهقدر ابقى كيبل ان انا ابقى ناجحه فيها؟ لازم تبص في كل ده. انا عشان كده دايما في الورك شوبس اقول لهم ايه؟ جورنالينج، اكتبوا. الكتابه بتفرغ، وفي نفس الوقت بتبصي تلاقي نفسك وانتي بتكتبي مش بتكتبي في النوتس بتاعه الموبايل، بتكتبي بايدك، بتكتبي حاجات ما كنتيش مفكره فيها قبل ما تكتبي، ايدك بتجيبها. اكتبي انا عايزه اجل لامتى؟ طب ادي فرصه، لان انتي وانس زي الست اللي بتاجل الحمل بالظبط. انا عايزه اجل 5 سنين، بعد 5 سنين خلاص انا سبت نفسي. انتي حامل؟ انتي مش حامل، استني بقى شهر 2 3 اسبوع 3 شهور 5 شهور سنه، جرت على ال5 بقوا 6 سنه بقوا 7. ربنا ممكن ما يقدرش. فعشان كده بقولك كل واحده عايزه تعمل مستقبل لازم تكتبه وتفريمه وتحط في الكورنرز انا هبقى فين كمان 5 سنين، كمان 10 سنين. انا لو عندي بيبي، لو عندي 2 هربيهم ازاي؟ جوزي الانبوت بتاعه ايه؟ اللي انا هتجوزه ده لازم يبقى عنده استعداد ايه؟ عيلته ايه؟ خلي بالك العائلات بتتجوز طبعا. مش بس الشخصين بيتجوزوا، العيله بتتجوز. صح. تحسي ان احنا بلغنا قوي في كلام السيلف ديفلوبمنت، تنميه والكوتشنج وكده، عشان انتي كنتي تقولي انتي واهم حاجه سعادتك، واهم حاجه تبقي كويسه وما تقبليش بحاجه، ما تتنازليش. بلغنا فيه لدرجه ان احنا بقينا عايشين جوه نفسنا كده، اللي هو انا مش عايزه حد جنبي عشان مش عايزه حد يضغط عليا، انا مش عايزه جوز عشان مش عايزه حد يضغط عليا. هو ده بقى اللي احنا اتعلمناه غلط. يعني انا اللي بدرسه البيرسونال ديفلوبمنت، اللي بدرسه دوت بدرس ايه؟ بدرس جواكي 34 نقطه قوه في شخصيه عاليه و34 نقطه قوه في شخصيه حنان. واحده تقولي انا عندي 34 نقطه، يس انت عندك 34 نقطه قوه في شخصيتك. واللي في تحت دول اللي هم 30 31 32 دول مش نقط ضعف، دول نقط قوه انت ما اشتغلتيش عليها. فلما باجي اعلمهم بنعمل ايه؟ بتعمل التست وبتطلع ال 34 نقطه قوه، بتلاقي التوب 5 دول اللي هي شغاله عليهم ليل نهار خلاص، وكل اللي حواليها عرفوا ان التوب 5 دول هم دول اهم نقط قوه في شخصيتها. طب والباقي موجودين. طب نعمل ايه؟ نتعلم بقى نقلل اللي فوق دول ونرفع شويه من اللي تحت. طب نرفع شويه من تحت ازاي؟ نشتغل عليهم، نشوف ايه التشالنجز، التحديات اللي تخلي اللي تحت ده يطلع ويقوم يطلع. بتتعب، ايوه بتتعب، بس النتيجه ايه؟ انها بتبقى انسانه متوازنه، انها بتبقى انسانه عارفه هي عايزه ايه وتقدر تعمل ايه وتقدر تدي ايه، تديش فوق دماغها. انا ما اعرفش حكيت معاكي مره الحكايه دي قبل كده، ان انا اول مره عملت التست دوت، انا خدت الكورس دوت وبدرسه. اول مره عملته كان من تقريبا 8 سنين 9 سنين. اول سترينث عندي او اكبر نقطه قوه عندي كانت المسؤوليه. فرحت قوي. فالمنتور بتاعي بصلي كده وقال لي ان هو بيشعر بالشفقه عليا. انا مبسوطه ان انا مسؤوله، فعلا كنت مسؤول، كنت ما بديش فرصه لاي حد يعمل اي حاجه. اي حد، لا 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 تامي انا هبعت لك الايميل دوت وانت خلصي اللي وراكي، مش عارفه انت رايح مش عارفه ايه، انا هوصلك بس انت مش عارفه اعمل ايه. لا لا انا، فبالتالي انا بفقد او الثقه بتاعتي في ان اللي حواليا يعملوا اللي انا بعمله بتقل. فانا برهق نفسي زياده، بحمل نفسي مسؤوليات زياده، وبدلعي اللي حواليكي وبدلع اللي حواليا. فالنتيجه ان انا ببقى دريند خالص، انا اتشفت، استهلكت.
يجي حد بقى يقول لي حناتي ما عملتيش كده ليه؟ طب معلش انا هعمله حالا. اجي بقى انا اقول للتاني ده انت ما عملتش كده ليه؟ انت ما طلبتيش مني. طب ما انا عملته لك من غير ما تطلبه مني. طب وحدش قال لك اعمليه؟ اما اشتغلت على نفسي بقى بعد 3 سنين عملت التست تاني. احنا بنعمل التست دوت كل 3 سنين. لما عملته تاني طلعت ريسبونسبيلتي نمرة كام؟ 7. موجودة بس حطيتيها في مكان معقول. وطلعت نمرة كام بقى؟ نمرة 1 بقت ايه؟ وانا عمري في حياتي كانت نمرة 32. بلانينج. عمري ما كنت ببلان. انا سايبة الدنيا ماشية كده. الله. بلانينج بقت رقم 1 عندك؟ بقت رقم 1. حلوة قوي. الواحد محتاج يتعلم يبلان حياته، ما يسيبهاش كده كل حاجة. لان جزء كبير من اللي بنتكلم فيه النهارده ان في بنات وفي ازواج 2 متجوزين كابل صغيرين في السن بيسيبوا الدنيا تسرقهم، بيسيبوا الحياة تمشيهم. الشغل كتير فانا هفضل متساقه في الشغل، المسؤوليات كتيره فانا هفضل متساقه، انا عايزه اقساط عشان اجيب البيت الاحلى، عشان اجيب العربيه الاحلى، عشان اسافر في الصيف، عشان مش عارفه ايه. فسايبين الدنيا تسحبهم في دوامه، بس دي مش خطتهم هم. ده حقيقي. دي خطه الرأسمالية. بجد والله. ايوه مش هم اللي on top of things. هم فاكرين نفسهم جامدين بس لا، هم متساقين في الدنيا الماده واكله دماغها. ده حقيقي. ده حقيقي. وبتوعى في المتاخر. انت عارفه انا من يعني في جزء من شغلي كده كنت بعمل ريتريتس، فاتصادف ان بيطلع معايا ستات كبار. يعني بيطلع معايا طبعا سني واصغر مني وكل حاجه، بس في ستات كبار. في كذا واحده فيهم بقت نموذج بالنسبه لي، فوق 75 سنه. هي طالعه تتفسح، راح بلد زي المالديفز مثلا راح المالديفز، بهروني اما رحنا. فواحدة منهم قعدت اتودود معاها كده، وهي قالت لي حبيبتي انا فضلت طول عمري اقول لا الولاد يسافروا، لا اسافر مع الولاد، لا مش عارفه. النتيجه انهم بقوا يسافروا لوحدهم وانا عمري ما سافرت معاهم. بس انا عايزه اعمل لنفسي كيان. طب انا عايزه اتفسح انا كمان. هو انا هحوش الفلوس دي لمين؟ فابتدت تسافر. وقيسي على كده بقى بتسافر. سافرت معايا كذا مكان، كذا واحده، يمكن 5، وهم دول بيبقوا بونبونة السفرية كلها، لأن انتي بتتعلمي منهم. دول قدوة. هي عاشت وربت أحسن تربية وعلمت وتعلمت، فانتي بتتعلمي منها. ان هي عايزة هي كمان تبصي تلاقيها قاعدة وأدويتها محطوطة وواخدة بالها هتاكل ايه وهتشرب ايه وهتنام ازاي ومين معاها في الأوضة ومين فكفاية نسيب الرأسمالية تحكمنا. تفتكري في بنات اتعقدت صغيرين اتعقدوا ان هم كانوا بيشوفوا امهاتهم شمعة تحترق ومش عايزين يكرروا هذه المأساة، عشان كده مترددين في الجواز والخلفة؟ ايوه طبعا. وفي بنات بتشوف امها اتبهدلت على مدى سنين تتجوز عكس ابوها، وبالصدفة تبقى نسخة من امها. هي تبقى نسخة. على فكرة انتي اتجوزتي عكس باباكي علشان ما تجيبيش لنفسك الصدمة، ما تضغطيش، وانتي دلوقتي بتساعدي اللي عكس باباكي ده يبقى نسخة من باباكي. كل واحد لازم يبقى عارف ان هو النسخة المعدلة من نفسه. لازم يشتغل على انه يبقى النسخة المعدلة من نفسه. يعني انا عاملة كده، طب انا كويسة ويبطل يبقى people pleaser. يعني انا مش بعمل كده علشان خاطر ابسط الناس، انا بعمل كده علشان خاطر هو ده المفروض. البنات اللي بتأخر او الازواج، عشان احنا قلنا انه بيبقى في كابلز انا بشوفهم دلوقتي اكتر من زمان بكتير، انه يتجوزوا ما يخلفوش، قاصدين ما يخلفوش. قبل كده كان اللي مش مخلف ده اكيد عنده مشكلة منعاه من الخلفة، بس دلوقتي ده بقى قرار. بتشوفي ان هم نظرتهم قصيرة هيندموا، ولا الخلفة مش لكل الناس؟ لا، الخلفة مش لكل الناس. للأسف الخلفة للمسؤول اللي عنده استعداد يبني، لكن اللي ما عندوش استعداد يبني لا، الخلفة مش ليه. لأن ممكن قوي يخلف ولا يوفق ان ابنه ده يطلع سليم. هيتحمله ازاي؟ يطلع عنده إعاقة، يطلع عنده مرض، هيتحمله ازاي لو هو ما عندوش استعداد يشيل المسؤولية الكبيرة دي؟ بالظبط. لكن لو عنده استعداد ربنا بيرزقه بأحسن حاجة. لو داخل بقلب مفتوح وبنية صافية
هو ومراته، هما مستعدين لكل اللي ربنا هيجيبه وراضيين وحابينه. لكن القصة كلها في ان مستعد ومش مستعد دي ما ينفعش تبقى جملة بناء على مصاريف المدارس بتاعت صحابي اللي بيدخلين ولادهم المدرسة. يا نهار ابيض، ده بيدفع معرفش كام كل سنة، يا خبر ابيض، يعني انا هاخد من مرتبي وهعمل معرفش. القصة مش مدرسة ومش يونيفورم ومش ألعاب، القصة في استثمارية. انا هقدر اراعي البيبي ده واكبره ويطلع نشء حلو صالح، ذرية صالحة، هدخله المدرسة وهتابعه ولا هرميه يبقى كده ابن الدنيا؟ لا، لازم ابقى عارفة كويس قوي. انت عارفة كنت كاتبة قصة من فترة اسمها، بس قصة قصيرة يعني، على ظهر القسيمة. في دلوقتي كتير جدا في مصر وبعرفهم يعني بيكتبوا على ظهر القسيمة الشروط. شروط بقى غير الشروط، ان انت مش مسموح لك تخني. وتحكمها ازاي يعني؟ لو خانها هيحصل ايه؟ ما لا، في بقى ظهر القسيمة لا، وترفع قضية حاجات ده بيتاخد بيها في القانون يعني. بيقولوا. انا عمري ما عرفت. انا حضرت بس كاتب كتاب بالمنظر ده، عشان كده كتبتها. ما يخونهاش وما تخونوش، دي جملة جديدة طبعا. ان الراجل يكتب على نفسه ان مراته ما تخونوش. يعني احنا اتربينا في بيئة ان الراجل اللي بيخون مش الست اللي بتخون. انا لما كتبت الروايه بتاعت طبعا. نص حاله خاصه، الدنيا اتقلبت ان انا عماله مأخره، انا مكسوفه لان الروايه على خيانه ست مش خيانه راجل. يا حنان، ده انتي قديمه قوي. قديمه ايه يا جماعه؟ مش قادره. انتي قديمه فعلا. اما نزلت وعملت قلبان ما بقتش مصدقه. فدلوقتي على ظهر القسيمه ما يخونيش وما تخونيش. مش هأجل خلفة أكتر من 2 سنين، موافق على تأجيل الخلفة 2 سنين. هنخلف على طول أولادنا مش عارفة إيه، حاجات كلها جديدة علينا. معني والجواز. بالظبط. يعني طريقة الاستعمال. شايفاها ازاي دي؟ الجواز ده حب، الجواز ده احترام، الجواز ده مودة، رحمة، سعادة. كويس. لمجرد ان يعني حد مثلا، كنت زمان اقول لهم ايه، بابي وصل، بس يا مامي بقى دقيقه تبصي تلاقيه. دلوقتي خلاص يعني. بس ان الزوجه تحس بجوزها، والزوج اما مراته تبقى تعبانه يحس بيها. دي رومانسيه قوي ولا ايه؟ كنت دلوقتي بقيتش رومانسيه خالص. دلوقتي انا جده. سوري. دلوقتي انا جده، كل رومانسيتي في حفيدي. لا، ان اللي داخل على جواز علشان يتبسط هيعرف يبسط نفسه. اللي داخل على جواز على انها حسبة، الحسبة تبقى غلط خالص. مش حاسة ان هي محتاجة تبقى توازن بين الاتنين، اللي هو نبقى على وفاق. ما هو الوفاق ده هو ده التوازن، هو ده البالانس. ان انا هوفق معاه ليه لو انا مش بحبه؟ احنا اتفقنا انه مش كل الناس مستعدة للخلفة، وان الناس دلوقتي بدأت تفصل قرار الخلفة عن قرار الجواز. احنا عارفين احنا عايزين نتجوز، بس لسه مش عارفين احنا عايزين نخلف ولا لا، او لسه مش عارفين عايزين نخلف امتى. ده قرار منفصل، ودي حاجة صح عن الأجيال اللي قبل كده. لكن في سؤال دايما بيحيرني، امتى الناس تعرف انها جاهزة تخلف؟ من جوه كده، في حاجة من جوه كده، انا عايزة بيبي، انا عايزة يبقى لي مش استكمال، لا انا عايزة اكمل حياتي. والبيبي ده ممكن يبقى تكملة الحياة. انا عايزة، في ناس مشاعر الامومة بتحركها ومشاعر الابوة بتحركها، وفي ناس لا، في ناس الموضوع مش مهم بالنسبة لها. لكن هي تعرف امتى؟ اما تحس انها مسؤولة بجد وقد المسؤولية. لان الطفل ده مسؤولية كبيرة جدا في كل حاجة، وتبقى عاملة لنفسها حساب ان انا البيبي ده كأنها هتربيه لوحدها، كأنها تاخد بالها منه لوحدها. لان اي حاجة ممكن تحصل. هي ممكن تبقى معتمدة مثلا، انا معايا مامتي هتساعدني، حماتي هتساعدني، جوزي هيساعدني، ويحصل حاجة في النص تخليها هي لوحدها. فطب ساعتها تعمل ايه؟ تقع؟ لا. فهي اول ما هتفكر في ان هي جواها احساس كامل بالمسؤولية والاكتمال، الوقت ده تفكر تجيب بيبي. بتحسي ان الواحد محتاج يبقى متصالح مع نفسه، هو اشتغل على نفسه
قبل ما يقرر يجيب اولاد للدنيا، لاني بسمعها كتير دلوقتي انه اجيب عيال اعقدهم، اجيب عيال في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده ويشوفوا الحروب ويشوفوا المآسي ويشوفوا اللي احنا فيه، هو الدنيا ناقصه. حاسس ان الواحد محتاج يكون هو تصالح مع الحياه اللي هو عايشها، او تصالح مع نفسه وماضيه وتربيته بحلوها وبحشها قبل ما يجيب اطفال يطلع فيهم مثلا عقده. ويطلع عقده ليه؟ الحروب دي موجوده من بدء الخليقه. يعني احنا كان على ايامنا في حروب، وانتوا كان على ايامكم في حروب. الحروب دي خلاص. بالعكس، انتي لازم تبقي متصالحه مع كل الاجواء اللي حواليكي، لازم تبقي متصالحه مع الوحش قبل الحلو، وتبقي شايفه الوحش وتبقي شايفه الحلو، وقادره تتعايشي مع ده وقادره تتعايشي مع ده. سلامك النفسي ان الشيء الوحش اللي انتي بتمري بيه مش بايدك وملكيش دخل بيه، هو ده اللي بيخلي السلام النفسي ده يكبر، ويخلي الوعي يبقى ده شيء مش بإيدي. زي حد مثلا حصل له حادثة وحصل له نوع من أنواع الابتلاء في الحادثة دي، هيحمل المسؤولية على الجنريشن، على الجيل، على الدنيا، على القدر؟ لا خلاص، هي حادثة وحصلت، لازم أتأقلم مع حد. عارف احنا هنخرج من الاستوديو نلاقي ايه بره؟ محدش عارف. فلو كل واحد فضل علشان يضمن حياة كاملة متكاملة، طب أنا هخلف طفل أحطه في بابل، يخرج من البابل دي يتعايش ازاي؟ انا مت، هيعيش ازاي؟ خلاص اللي كانت سنداني وواقفه معايا وماتت، راحت فين؟ يموت هو كمان؟ لا طبعا، لا طبعا طبعا خالص. المفروض ان انا ابقى قويه كفايه، ويبقى البارتنر اللي معايا قوي كفايه، ان احنا نبقى عارفين ان احنا مطلعين النشء ده هنعمل كل اللي في وسعنا ان احنا نطلعه ذريه صالحه. والله حصل اي ظرف تاني دي حاجه بقى بتاعت ربنا، ما نقدرش لكن شباب واطفال اتعقدوا من الحروب؟ لا طبعا. اذا كان نفسهم اللي في الحروب ما تعقدوش ومكملين خلفه ومكملين حياه ومكملين قوه ومكملين عزيمه ومكملين امل في بكره، يبقى احنا اللي بعيد نفكر بالطريقه دي؟ لا طبعا. صح. ايه؟ لا عجبتيني انه دايما هيبقى في حاجات وحشه حوالينا، احنا بس ممكن نكون دلوقتي متاثرين بيها زياده علشان السوشيال ميديا مخليه كل الحاجه الوحشه كبيره قوي في حياتنا. السوشيال ميديا عرتنا، السوشيال ميديا خلت الناس عريانه، خلت الناس حقيره. excuse my language بجد. السوشيال ميديا بقى الكل من هب ودب يدخل ينبش في الاعراض، يدخل يتكلم على الناس، يسمح لنفسه انه يقول حاجات مش من حقه. السوشيال ميديا نسيوا ان في حاجه ربنا قال رمي المحصنات. المحصنات دي الراجل والست. الاشاعات، دي اتجوزت، دي اتطلقت، دي راحت، دي جت، دي بتخون جوزها، ده بيخون مراته، دي مش عارفه ايه. غلط. عشان كده الاطفال اللي لسه مولودين يقولك بلاش سكرين تايم لحد 2 سنين. انا شايفه ان بلاش سكرين تايم لحد ما يبقى 10 سنين. الوقت بتاع الحاجات دي ده غلط، بيستنزفنا. وللأسف مغري جدا انك تشوفي ايه ده اتكتب دي، يا نهاري، طب التاني ده كتب عنها ايه، طب التالت كتبت عنه ايه، طب ردت عملت ايه يا جماعة ده؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ زمان كان يقولك معدل الجريمة منخفض في بلاد معينة، دلوقتي معدل الجريمة في نفس البلاد عالي جدا. هو مش عالي، هو زي ما كان، بس زمان السوشيال ميديا ما كانتش فيه سوشيال ميديا، فما كناش بنعرف. دلوقتي بنعرف. لا ده معدل الخطف، ده معدل القتل، ده معدل التحرش. غلط. زي المدارس اللي دلوقتي ما فيش فيها اي نوع من انواع الرقابة. المدارس اللي شغالة دي، وانا بقى طالب بقى من عندك هنا دلوقتي في ميل فورمولا ده، ان المتحرش إذا القانون اللي بيغير الأحوال الشخصية واللي بيغير القانون الجنائي واللي بيغير القانون الشقق والإيجار مش عارف يغير قانون عقوبة المتحرش والمغتصب، يبقى قانون مخلول. القانون ده لابد وأن يعدم المغتصب ويتم إخصاء المتحرش ويبقى عبرة، وما يدخلش أماكن عامة، يتحط صورته في كل الأماكن العامة، ما يدخلش أماكن عامة، يفضل منبوذ محطوط في بيته مقفول عليه مع أهله أو لوحده. ده لو القانون ما ينفعش يتغير، لكن القانون ده لازم يتغير. بدل ما يغيروا القوانين التانية ما يغيروا القانون بتاع ده بيقتل روح
اذا كانت بنت ولا ولد. وبعدين يرجع واحد تاني يقولك ايه، اصل مامتها كانت ملبساها مايو 5 سنين، تلبس ايه؟ نلوم على طفل ونلوم على ام ونلوم على... هو ربنا قال غضوا البصر ليه؟ مش غضوا البصر ده عشان في حد ممكن يبقى لابس حاجه كده ولا حاجه كده؟ دخلتينا في حته حنان، بس كان لازم نروح لها. لا اصل الموضوع ده تعبني نفسيا جدا. انت عارفه الموضوع ده ما هي دي من الحاجات اللي بتخلي الناس تتعقد مش عايزه تخلف. انا النهارده لو بنت عندي 25 26 سنه وبشوف الحوادث دي هبقى عايزه اجيب طفل للدنيا ازاي يعني؟ لا ما هي الدنيا مش كلها متخرجين. ايوه بس انت القصه كبيره قوي، حتى لو 1%، حتى لو 1 في المليون، قصه كبيره ايوه بس في مرعبه. لحظه واحده، في مراقبه وفي رقابه وفي مسؤوليه وفي توعيه وفي كل حاجه. يعني انا سمعت فويس نوت بتاع ام من الامهات بتقول انا شغاله على بنتي بعلمها وبربيها من وهي عندها 3 سنين وحصل لها اللي حصل لها عشان كانوا بيتهددوا بالسلاح. بالظبط. او ده مش حاله تحرش عاديه. ما هو بالظبط، ما هو لازم بقى دلوقتي انت مش بس بتوعي البنت، انت نفسك لازم تبقي عامله سيرفي وعامله بحث كامل على المدارس. هي دي حياه. لا مش حياه، بس خلاص ما احنا اجبرنا على كده، هنعمل ايه؟ هنقطع حاجه ربنا محللها. مش عارفه اقول لك ايه يا حنان والله. انا تعبتك ووترتك. جينا في الاخر قلبناها توتر. معلش. لا بس احنا هنرجع تاني للكلام الحلو ونختم ونقول انه كل واحد محتاج يشتغل على نفسه زي ما انتي تقولي. عجبتني قوي لما قلتي لما بنكتب بنطلع من دماغنا افكار مش بتيجي في دماغنا بالتفكير بس، بتيجي في دماغنا بالكتابه. نشتغل على نفسنا، نشوف احنا عايزين ايه، اولوياتنا ايه، ايه الكويس بالنسبه لنا، ايه اللي نقدر عليه، ايه اللي ما نقدرش عليه، ايه اللي المفروض نشتغل عليه، وبعد كده الحياه بتتسهل. بالظبط. انت عارفه ليه الكتابه قلت لك بلاش على النوتس بتاعه الموبايل؟ لان وانت بتكتبي بالنوتس بتاعه الموبايل بيبتدي يطلع لك سبيلنج ميستيكس. تعمل ايه؟ تشتتك عن اللي انت كنتي بتكتبيه وتبتدي تكتبي بتشكيل بسبيلنج احسن. لكن الكتابه بورقه وقلم، كتابه 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 بتوقع من غير تفكير. مش دايريز، مش النهارده حصل كذا وبكره لا 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 لا. جورنالينج، انا عايزه اعمل ايه؟ انا النهارده زعلت من فلان الفلانيه، انا النهارده اتبسطت قوي من الحدث الفلاني، انا النهارده كذا، انا عايزه اعمل كذا، انا الخطه بتاعتي في 5 سنين كذا. الكتابه. وكل ربنا يوفق كل الناس يا رب. يا رب. انا نفسي الناس كلها تبقى املها في السعاده كبير، واحساسها بالسعاده انه واقع هيحصل عشان يقع. صح. ثانك يو حنان. ثانك يو علي. هستنى تقولوا لنا رايكم في الحلقه بتاعت النهارده، وتقولوا لنا عايزين نتكلم في ايه في الحلقات الجايه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على تشانل عليا خفاجه على يوتيوب، وتعملوا فولو لفيميل فورمولا على كل منصات البودكاست.